قصة اليوم بعنوان الشيطان وامرأة. وقائع القصة كانت في مدينة الإسماعيلية المصرية ما بين 2008 و 2016. أبطال القصة الزوجة رندا إسماعيل والعشيق ديالها السيد محمد من جهة، والزوج ديالها وليد اللي هو الضحية من جهة أخرى. تابعوا معي أحداث قصة أحقر زوجة وأخبث زوجة في مصر وربما في العالم. قصتنا غادي تبدا سنة 2008، العام اللي تزوجت فيه رندا إسماعيل بوليد زواج تقليدي، وكانت ما موافقاش غير والديها وخوتها اللي بزوا عليها، وخاصة وأن وليد كان راجل معقول متخلق وملتزم وخدام زيادة على كونه كيبغيها. مباشرة مور الزواج أو بالأحرى مور الدخلة بداو المشاكل كيبانوا ما بين رندا ووليد. منين بان العيب ديال وليد، والعيب ديالو كان هو الضعف الجنسي، وهي بحال كانت كتقلب غير على السبة باش تفارق معاه، ولكن اصطدمت بالرفض ديال عائلتها، وخاصة وأن المشكل الوليد كان غير ضعف جنسي ماشي عاجز كامل. وبقات معاه وولدت معاه 3 الوليدات، ولكن مرة كتدابز معاه وكتغضب عند والديها حتى كيرجعوها أو كترجع بوحدها. وفي آخر غضبة ديالها واللي كانت هاد المرة طويلة ودامت أكثر من 8 شهور، تعرفات على السيد محمد واللي غادي يولي العشيق ديالها، وتبدا معاه قصة حب شهوانية محرمة. رندا والسيد محمد عياهم اللقاءات في الأماكن العامة، وخاصة وأن الأمور بدات كتطور في هذه العلاقة بيناتهم. بدات كتفكر تلقى شي بلاصة تجمعهم يمارسوا فيها الحرام. هنا كانت أول الأفكار الشيطانية رندا، كانت ترجع لدار راجلها وتما غادي يخلالها الجو مع العشيق ديالها، وخاصة وأن راجلها كيخرج يوميا للخدمة. بقاو على هذا الحال مدة 3 شهور وأكثر من هذا الشيء. دبرات على السيد محمد في واحد البيت حداها في البلاصة اللي ساكنة فيها باش يكون ديما قريب ليها بلا ما يبقى يضرب الطرقان ويتعذب معها. يا قلت لكم الشيطان امرأة. وكانت هذه تالي الأفكار الشيطانية ديالها. ومنين كانوا كيسولوها وليداتها الصغار على السيد محمد وشنو علاقتها به وشكون هو، كانت كتقول لهم راه خالكم غير نتوما ما كتعرفوش. وباش حتى إلا جاب وليد الخبار تقول ليه غير خويا اللي كان عندي. أما ثالث الأفكار الشيطانية اللي طاحت على رندا وطبقتها هي فكرة قتل الوليد، وماشي أي قتل، قتل بخطة جهنمية، قتل بالسم وفي محل عام، باش يتقال أن الماكلة اللي شراو وجلسوا والجردة ياكلوها هي اللي كانت مسمومة. ولكن الله حليم ستار، نجا وليد من الموت من بعد ما بدا كيرد ويتقيا الماكلة المسمومة اللي كلا، وداروا ليه غسيل المعدة في السبيطار. زاد الكره ديال رندا الوليد، وخاصة وأن السيد محمد غضب عليها ودابز معها واتهمها أنها حنات فبات ولادها ودارت ليه غير شوية السم الفيران. قررت رندا تعاود محاولة مرة أخرى وتكون هذه رابع الأفكار الشيطانية في قصتنا، رندا إسماعيل الشيطان وامرأة. وهذه المرة بماركة أخرى ديال السم، سم المبيدات الحشرية. وكثرت ليه الكمية ودارت ليه هذا المبيد كاس داتاي وغير في الدار. شرب داك الكاس داتاي من هنا وهو يطيح من هنا، تلاح كيتقطع قدامها وهي خرجات كتقلب على الإسعاف، ودارت راسها متأثرة وما عارفاش اش وقع على راجلها باش حتى إلا مات ما يسبيوهاش فيها. ومرة أخرى ربي يحفظ وسترها ونجا وليد من الموت للمرة الثانية. كانت هذه رسالة من الحليم الستار لرندا، لكن هي عادت في الكره والغل والطغيان. رندا انهارت قدام السيد محمد وجاتها نوبة هستيريا منين ما ماتش وليد. وهنا السيد محمد بغى يبان راجل وراجل المهمات الصعبة، وقرر ياخذ روح وليد بيديه وبدا كيهدي في رندا وقال ليها انت غير عزليه ليا وبقيتها بالليل وخرجي يتقدى لك او تسخر لك شي حاجه، والباقي غير خليه عليا انا نتكلف به. وهذه المره الشيطان قفض وشمر والشيطان ولا راجل فعلا. السيد محمد صفاه الوليد بعدد كبير من الطعنات بالموس مور ما تعزل ليه وليد في واحد البلاصه مظلمه، قتلو بلا شفقه بلا رحمه، وهزو على كتافو ورماه في واحد النهايه ديال واحد القادوس ديال الواد الحار، هي قناه الصرف الصحي. وكانت هذه البلاصه عامره بالماء ديال الواد الحار. بكل بروده رجع السيد محمد لدارو، لا رجع لعند لاله رندا اللي استقبلاته وغسلت له في الدوش وغسلت ليه حوايجو اللي كانوا عامرين بدم وليد، والباقيه راكم عارفينها ليله حمراء حتى الصباح. هاد الزوج الشيطان غير متهم معاهم، فعلا الشيطان وسوس ليهم، ولكن
هما تفننوا في الغدر والفساد وكملوها بالقتل. بعد يومين بالضبط على هذه الجريمة، واحد الشيباني كان دايز من ديك البلاصة المقطوعة بجنب داك القادوس ديال الصرف الصحي، بانت ليه جثة وسط الماء الواد الحار وبدا كيغوت حتى تجمعوا الناس وجات الشرطة وتبين أن الجثة ديال وليد، رغم أن المدة ديال الجثة في داك الماء واللي هي يومين محات أي بصمة القاتل، ولكن ملامح وجه وليد وحوايجو دلوا الشرطة والناس على هويته. جات الشرطة يخبروا رندا اللي بدورها بدات كتمثل كتغوت وتقطع حوايجها وكتضرب في خدها وطاحت وسخت. بدات الشرطة تحريات، وأول من شكات فيه هو رندا، حيث ماشي من المنطقي أن وليد غايب هذه يومين وهي ما بلغاتش الشرطة ما والو. وجوابها كان غير مقنع منين قالت لهم أنها ظنت أنه خدام، حيث بعض المرات كيغيب في الخدمة وكيبات. ما كاين تليفون، ما كاين شي حد يصيفط لها الخبر مع شي حد، وحتى الأصدقاء د العمل أو الناس اللي كانوا كيخدموا معاه في الزراعة نفاو أنه كان كيبات في الخدمة. فات الشرطة البحث وتوصلات بواحد المعلومة مهمة من الجيران، وهي أن رندا والسيد محمد كانوا على علاقة، وكان كيتردد على رندا وكيجي لعندها منين كيخرج وليد من الدار. عيطوا للسيد محمد واستجوبوه أول مرة، قال لهم أنه صديق وليد وأنه كان كيجي لعنده للدار. من بعد عرفت الشرطة أن وليد والسيد محمد ما عمرهم ما كانوا صحاب، وهذا الشيء اللي أكدوا عائلة وليد من بعد ما استجوبوا نفاو أي علاقة الوليد بسيد محمد. استدعت الشرطة مرة أخرى السيد محمد وبشوية ديال الضغط النفسي وواحد الحيلة اللي هي أصلا قديمة، قالوا ليه باللي رندا اعترفت عليه وأنه غادي يلبس التهمة بوحده. اعترف بكل شيء وعطاهم جميع المعلومات، واللي من خلال السرد ديالو ليها كانت منطقية وهي الرواية الأقرب للحقيقة. وجهوا واعتقلوا رندا، واللي بنفس الحيلة اعترفت وكانت روايتها مطابقة لرواية السيد محمد، وتمت محاكمتهم مور ما تقدموا للعدالة. وكان القاضي اللي انتخب الحكم حديث الساعة آنذاك، وحيد جميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تكلموا على الموضوع وتكلموا على الطريقة اللي نطق بها القاضي الحكم، لأن كلامه لخص كل ما كان بداخل الناس اللي عرفوا القصة. وكان الحكم عليهم في أكتوبر 2016 بالإعدام. حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع الأمر بمعاقبة كل من السيد محمد ورندا إسماعيل محمود محمد عبد الله بالإعدام شرطا عما أسند إليهما وإلزامهما بالمصاريف الجنائية وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بنواصر. والله لو كان الأمر بي لكنت أنفذ فيكم حكم الإعدام، أطلع كل يوم منكم حتة على الشباب اللي راح ده